مساء الخير. اهلا وسهلا، ازيك؟ دكتور نانسي. ازيك يا حبيبتي؟ انا الحمد لله. اتفضلي بصي، انا بثق في حضرتك جدا. يا حبيبتي، ربنا فعايزه يكرمك. احكي لك حاجه عشان اتفضلي. بجد الموضوع مضايقني قوي. اتفضلي يا ولاء، مالك يا حبيبتي؟ انا مخطوبه لواحد، هو يعني بيغير عليا كل حاجه، بس غيرته وصلته ان هو يمد ايده، ان هو بيقول الفاظ، ان هو بيمنعني حتى من اهلي. انت بيمنعك؟ مخطوبه؟ انا سمعت صح؟ مخطوبه مخطوبه. وبيمنعك من اهلك وبيضربك وبيقول لك الفاظ؟ بيمنعني من اهلي، ان هو ما ينفعش انزل معاهم، ما ينفعش انزل مع ماما اجيب حاجه. اه. الموضوع بس وصل لمد ايد مد إيد؟ وشتايم فظيعة. ايه ده؟ انا ما بحكيش لاهلي حاجة، طب بس ثانية انا مش واحدة. عارفة اعمل ايه. انا لا خايفة استني بس، من- استني يا ولاء، اصبري بس معانا كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدي بالله مبدئيا. يعني ده خطوبه اهلك عارفين عنها، جت تقدم لك في البيت، اه صح؟ صح. منعك عن اهلك اللي هو انت المفروض أنا قاعده عندهم في البيت دلوقتي؟ يعني قاعدة لو عندهم مامتها إن مثلا أنا ما رايحه ينفعش أنزل تشتري مع حاجه ماما. او كده ينفعش. يقول لها لا يمنعك النزول مع ماما. طب انت بتقولي بقى لماما ايه؟ بتقولي لها خطيبي مانعني؟ لا، اصل انا تعبانة، اصل انا مش قادرة انزل. ومعلش بقى عندي لو سؤال. سمم حياتها مدمر حياتها. طب وحضرتك بتقولي انه بيتطاول عليكي بالالفاظ ده بيضربها. وبيضربك؟ بيضرب. يعني ايه؟ فاهم يعني ايه بيضربني؟ يعني بيهزر معاكي حتى هزار غير مقبول؟ يعني ايه بيضربني؟ لا، بيضربني ومرة كسر لي ايدي. ده خطيبك؟ هم مخطوبين بقالكم قد ايه انتوا تقريبا؟ انت عندك كام سنه يا 3 ولاء؟ سنين. عندي 21 سنة. بقالك 3 سنين مخطوبه له وهو عنده كام سنه؟ 27. طب بيشتغل؟ هو قريبك؟ لا، مش قريبي. طب بيشتغل؟ بيشتغل. طب ايه مميزاته بقى؟ اصل انا مش شايفه له اي مميزات دلوقتي. واحد بيضربك وبيمنعك عن اهلك يعني ايه اللي مصبرك يا حبيبتي على الشخصيه دي؟ انا بحبه ومش عارفة اسيبه. بتحبيه وبيضربك؟ بيضربني وبيشتمني وكل حاجة. أنا خايفة أكمل، أفضل متهانة ومش عارفة أسيبه لأني بحبه. طب اهلك يا حبيبتي موقفهم ايه من اللي ما هم بيحصل ده؟ يعرفوش. لا مش ما شايفين يعرفوش علامات طبعاً. التعاسه عليكي؟ ما هو الضرب ده حبيبتي ليه علامات. انت بتقولي كسر لك ايدك. بقول إن أنا وقعت من على السلم وأنا في الشغل وقعت. بس انت طب ثانيه واحده حبيبتي، انا طب أنا سالتك ليه هسألك انت عندك سؤال، كام سنه؟ معلش ممكن حاضر أسألها اتفضلي، سؤال مهم؟ مولانا هيكلمك وبعدين ارجع لك. هي اسمها ولاء. ولاء. يا ولاء، انا هسألك سؤال معلش، وانا متأسف لو السؤال ده ممكن يضايقك. هل هو في بينكم صور، في بينكم حاجة انت خايفة منها؟ لا، مفيش بينا صور يعني. مفيش اي حاجة انت صور. خايفة منها؟ يعني تمام. هل هو، بصي هقول لك على حاجه مولانا يقصد يقولها لك بس مكسوف، يعني يقولها لك بطريقه، يعني انت هو كسر، يعني كسر عليكي، مش اسمها كسر عليكي حاجه؟ كسر يعني لا. ممكن كسر عينك. او ماسك لا. عليكي حاجة. ماسك عليكي حاجه، بعتله صور مثلا وانتي براحتك في البيت مثلا او كده، فانتي خايفه منه لا يهددك او يبتزك بيها بعد كده؟ لا لا، هو مش بيهدد، مش مفهوش الطبع ده، بس لا مفيش. اما ما بيهددش، هو بيضرب على طول، صح؟ أنا متعلقة بيه. طب اسمعي بس. هو بصي، هو عنده اتفضلي ماما. غيرة مرضية وهي عندها تعلق وحب مرضي. يعني العلاقة أصلا علاقة غير سوية بالمرة. بس على فكره هو ده مش حب، وده تعلق بقى فقط. ده تعلق مرضي. ودي علاقه مرضي وخايفة من ابتزازيه. الفقد. خايفة من الفقد. وهو عنده غيرة وشك مرضي. يعني الإجراءات اللي بيعملها مسكين دي يا حبيبي. طبعا هما الاتنين محتاجين يروحوا لطبيب نفسي. وخصوصا ان المفروض الخاطب ده ليس له ولاية على خطيبته. يعني هي لما تحب ما تستأذن، تقفلوش يا شباب مع ولاء. لما تحب تستأذن المفروض تستأذن من باباها. باباها يقول لها انزلي تنزل. لو التاني ده اتشقلب ملوش ولاية عليها. امتى تكون في ولايته؟ ما تتجوزوا. لا، لو كتب كتابه لسه ما دخلتش في ولايته. ايوه تتجوزوا، تنتقل لبيته. تنتقل أيوة لبيته طبعا وينفق طبعا. عليها. ساعتها بقى لما تحب تنزل تستأذنه. ومفيش، وباباها ملوش حق بقى يقول لها يعترض او يعترض. طب انا دلوقتي هسألك على حاجه حبيبتي، هو علاقته ايه بوالدك ووالدتك وعيلتكم في البيت؟ كويسة جدا. وهم بيحبوه ولا حاسين او شاكين فيه بيحبوه كده؟ قوي. بيحبوه عشان طبعا انت ما بتقوليش عنه اي حاجه من اللي اتعرضت عشان لها. أنا لهم إن هو كويس وإن هو مش بيضربني وإن هو شخص بيحبني وكل حاجة. طب انت اكتر حاجه فارقه معاكي ايه في شخصيته؟ انك خايفه لما تفقديه هتفقدي الحاجه دي فيه، ايه هي؟ أنا مش بحبه.
بتحبيه هي مش عارفة. وهو بيضربك وبيعذبك، قصدي ده تعذيب يا حبيبتي، اللي يكسر ايد حد ده بيعذبه، فانت حاسه ان هو بيعذبك ده بتحبيه ساعتها، ولا تبقي كارهاه وعايزه تسيبيه مثلا ويرجع يصالحك ويقول لك سامحيني مش هعمل كده تاني، ولا ايه؟ لا هو ما بيصالحنيش، انا اللي بصالح. هو بيتعاطى حاجه حبيبتي؟ هو بيقول لا. لا بس انت قلتي هو بيقول لا. انا يعني حاسه من بين الكلام كده. انا حاسه ان هو انت كمان بياخد حاسه حاجة. طيب بصي يا ولاء، خدي رقمي من الكنترول وباذن الله انا هساعدك في الموضوع ده ان شاء الله، في الشق النفسي يعني، وباذن الله تسيبيه كده ونقول لك الحمد لله على السلامه والف مبروك يا حبيبتي، وهنعرف راي الشيخ دلوقتي وراي الشرع ايه. مولانا، هل النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها تعرضت لضرب مبرح كده، حتى لو كان خطيبها، مش نقول سيدة يعني، مش نقول يعني سيدنا علي كرم الله وجهه، مش هنقول كده، هنقول خاطب تاني عرضها لكل ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسمح؟ اولا لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته. الزوج لما يحب يعاقب زوجته بالضرب اللي هو ربنا قاله في القرآن واضربوهن، قال لك بالسواك. يقول لها ما تعمليش كده. وحتى لما سيدنا أيوب ربنا سبحانه وتعالى قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به أعواد القمح، يعني اللي هي هشة جدا. فضرب المرأة ليس من الشهامة ولا المروءة ولا مباح في الإسلام بأي شكل إلا الشكل اللي هو البسيط الذي ليس فيه إيذاء. إنما واحد كسر دراعها، فده احنا بنقول لها ان هذه العلاقه علاقه سامه، هي محتاجه تتعالج اولا طبعا، ان هي قابلت بكل ذلك وعندها خوف ان هي تروح حتى تصارح اهلها، وفي مشكله بينها وبين اهلها في علاقتهم ببعض، ان البنت اللي ما تبقاش قريبه من مامتها ده من الاساس. من الاساس في سبب. احيانا الاسره بتبقى قاسيه بعض الشيء، احيانا ما بيبقاش في تواصل جيد ما بين الام وما بين بنتها، فهي محتاجه ان هي تفوق لنفسها شويه، لان هي اللي داخل عليه صعب جدا. مولانا ممكن على فكره هقول لحضرتك على حاجه، الشخص ده بيبقى مبهر للناس، يعني ممكن الناس كلها تقول عليه زي ما قالت اهلها بيحبوه جدا ولطيف وجدع وشهم وكل حاجه، ولكن هو ليس طبيعي، ليس انسان سوي، هو عنده مشكله مرضيه محتاج ان هو يتعالج. احيانا بيكون اتعرض لده، يعني هو شاف مثلا صاحبه كان على علاقه ببنت من وراء اهلها، او والده بيعمل كده مع والدته، او والده، او لا انا قصدي في موضوع الشك. يعني احنا احيانا بيجي لنا شباب ان هو عارف بنت محترمه وملتزمه ومش عارف ايه وبتعمل كذا وكذا 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 وكذا، فده بيفقدوا الثقه في نفسه ويفقدوا الثقه في المجتمع، ويبتدي يعمل اسقاط نفسي على اللي حواليه، على اخته، على والدته، على خطيبته. في اسباب كتيره قوي، فبيبقى محتاج اصلا دعم نفسي طبعًا. علشان يخرج. بس ده اذا هو اعترف ان هو محتاج الدعم، او اذا قبل ان هو عنده مشكله ان عنده مشكله وهيخوض بقى الرحله بتاعه العلاج النفسي.